يتماز في اللون. سيدات والسادة مساء الخير، كنرحبوا بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون أمازيغية. موضوع هذه الحلقة هو العمل الأمازيغي بين الثقافي والسياسي. من المعلوم أن الحركة الأمازيغية شكلت منذ عقود واحد الطرف مهم جدا في المجتمع المدني المغربي، وكانت عندها إسهامات وعطاءات كثيرة على شتى المستويات. في هذه الحلقة بغينا نفحصوا هذا العمل، نعرفوا مدى القيمة ديالو والعطاء ديالو ما بين العمل الثقافي والعمل السياسي. قبل ما نبداو مع ضيف الحلقة نحيي لكم على روبورتاج. ابتداء من الوقت اللي خدا المغرب الاستقلال ديالو انتشر واحد المنظور ايديولوجي واللي على غراره تم ابعاد واقصاء الامازيغيه لغه وثقافه وهويه وحضاره. اكثر من هذا انه انتشر واحد الفكر سياسي بغى باش يخلق دوله عربيه اسلاميه ولكن تكون خالصه على حساب العمق المجتمعي والثقافي ديال الامازيغ اللي هو متجذر في التاريخ والواقع. لا يمكن ان نمارس خطابا سياسيا بدون عمق ثقافي للمغرب ولتاريخ المغرب، كما أنه لا يمكن أن نهتم بالثقافي دون الاهتمام بما هو بالسياسي بالعمق السياسي لما تحتاج إليه بلادنا اليوم ولما تمر عليه مقارنة بدول الجوار وبما تمر منه مختلف دول العالم الآن اليوم. إذن ضروري بمعنى آخر باختصار، لا سياسة بدون عمق ثقافي ولا ثقافة بدون عمق سياسي. وكرد فعل ضد هذه السياسة العامة اللي انتشرت وتوسعت، جاء العمل النضالي الثقافي السياسي الأمازيغي باش يشمل كل المدن والقرى لا على الصعيد الوطني، وكذلك تواجدات بعض الفئات اللي اشتغلت على المجال اللي هو دولي، وتنوعات الاساليب ديالها النضاليه باش تشمل بزاف د المهرجانات سواء تكون في الابداع ولا الندوات ولا غيرها من المهرجانات الفكريه. افتراضا ان هناك رصيد، وهذا شيء طبيعي لانه الاعتراف والدستور الامازيغي لم ياتي من فراغ. صحيح كان هناك حراك قبل انجاز او تعديل الدستور الحالي، ولكن لا ننسى ان الحركه الثقافيه بكل مشاربها ناضلت لعقود من الزمن، سواء داخل أحزاب أو في إطار جمعيات ومنظمات ومهرجانات وكل أشكال التعبير. فبالتالي أفترض كذلك أن بعد الدستور الجديد الذي وسع من باب أو من هامش الحريات وممارسة هذه الحريات فرديا وجماعيا ستتقوى هذه الحركة وستشتغل بشكل أريح. خدا النضال الأمازيغي طرق وأساليب متعددة وتطور باش يشمل الهيئات السياسيه والمجتمع المدني جمعيات وغيرها، وذلك من الستينات باش يمكن يوصل في الاخير المواقف اللي هي كلها جات تدابير من اجل اعاده الاعتبار الامازيغيه باش تكون اللغه والثقافه وهويه وحضاره مغربيه. السيدات والساده، معنا في مناقشه موضوع هذه الحلقه واحد من الوجوه البارزه للعمل الثقافي الامازيغي والعمل الجمعوي في المغرب، سي أحمد الدغيرني. مرحبا في برنامج شؤون أمازيغية. شكرا. السؤال الأول اللي نبغيو نعطيو فيه المشاهدين إضاءات هو العمل الأمازيغي في المغرب قبل بدء يعني الجمعيات والحركة الجمعوية، شنو هي الجذور ديالو؟ جذور العمل الأمازيغي هي قديمة جدا. الجذر آخر جذر قوي هو القبائل. يعني مثلا في خلال القرن العشرين الإسبان الفرنسيين اللي كانوا في المنطقة كيستعملوا مصطلح قبائل لي تريبي بربر، سواء في المصطلح الإسباني أو المصطلح الفرنساوي. إذن كان أساس العمل هو القبائل، وبجانب القبائل كانت الفرق، لي جروب
فرق ديال مثلا ديال قناوة، فرق أحواش، فرق حيدوس، فرق تموايت، يعني المبدعون، ولكن هما على شكل فرق ماشي على شكل جمعيات. يعني كان مفهوم لو جروب ولا لا تروب هو اللي موجود في أحضان القبائل كيمارس العمل، وطبعا كانوا أفراد الفنانين الروايس بصفة عامة، المغنيين والعازفين وغير ذلك. إذا الجذور هي جذور قديمة، لأنه في المغرب مفهوم الجمعية بالمفهوم ديالها العصري اسوسياسيون دخل مع الحماية الفرنسية والإسبانية، ولكن دخل سلبي، دخل مسيس. كان اولا بالنسبه لمزيغ ما اندمجوش فيه، مثلا ما كنلقاوش جمعيات في بدايه القرن كما كنلقاو امور اخرى، بحال مثلا ما ظهرتش الجمعيات مع الحركه النقابيه ولا مع التنظيمات الحزبيه في الثلاثينات، بحال مثلا كتله العمل الوطني، بمعنى أنه الجمعية مرتبطة بما يعرف بقوانين الحريات العامة. قوانين الحريات العامة اللي دخلت كانت سلبية بالنسبة للعمل الأمازيغي، سلبية من جهتين. أولا لأن شكل التنظيم الجمعوي اللي كان إما ينظم جمعية أو ينظم حزب سياسي تستعمل ضد الأمازيغية في الثلاثينات، ابتداء من كتلة العمل الوطني اللي تأسست ضد القبائل، وفي السياق اللي كان ظهر فيها الظهير 16 مايو 1930. نعم، هذا هو المقصود بالضبط. ومع الأسف أن هذا دخول قوانين الحريات العامة بالمفهوم الفرنسي والإسباني ما نقلش الحمولة ديال مثلا بيانات الثورة الفرنسية مثلا، ولا الإصلاحات اللي كانت معاصرة لها، بحال مبادئ عصبة الأمم ولا مبادئ الأمم المتحدة اللي كانت خصها تعطي نفس الحمولة اللي اعطتها في دول أخرى ديمقراطية. نعم، واستمر هكذا الأمر إلى نهاية الخمسينات، حيث بدأ المغرب كينتج ما يعرف المغرب ما بعد الحماية كينتج قوانين سماها قوانين الحريات العامة، قانون الأحزاب، كانت قوانين في نهاية الخمسينات 58 59 كتجمع قانون واحد كينظم الجمعيات والأحزاب في آن واحد. وقع في الأذهان أولا قانون كامل مستورد ما عندوش ما عملش على تأصيل. نعم، بحيث قوانين الحريات العامة ما عطاتش نفس مثلا التطور يتحول من الحقوق اللي كانت منتشرة في وسط القبائل وفي وسط المجتمع ما قبل الحماية وما قبل ظهائر الحريات العامة، ويتنقل بالحمولة ديالو لفترة نهاية الخمسينات. في قوانين نهاية الخمسينات 58 59 اختفى فيها مفهوم الجمعية الأمازيغية إلى أوائل الثمانينات، عاد بدا في فترة متأخرة، وبدا يعني في سنوات صعبة يعني بالنسبة لجميع الحريات، يعني سنوات الرصاص. إلى كان ممكن نستعملوا هذا المصطلح في البداية، لأن سنوات الرصاص واش بدأت مثلا في 58 ولا 59، ربما سنوات الرصاص حتى هي متطورة، يعني تزادت مشات في سياق تطور معين. واش هذا معناه أنه القيم الثقافية ديال المجموعات الأمازيغية ما انتقلتش للتنظيم الجمعوي العصري؟
يعني التخلفات هي على المبادئ المنتشره حتى لدى الفرنسيين المقيمين في المغرب مثلا. تخلفات على ظهور النقابات مثلا الثلاثينات سي جي تي مثلا ديال فرنسا، النقابات العماليه الفرنسيه انتقلت للمغرب، ونفس الشيء الاحزاب كتله العمل الوطني ابتداء من 1936، وظهور الاحزاب الكبرى بحال الحزب الشيوعي المغربي في 43 ولا حزب الاستقلال في الاربعينات، في بدايه الاربعينات. يعني سياق الحريات العامه تخلف عليه سياق التنظيمات الامازيغيه على شكلها الحزبي والجمعوي والنقابي حتى بعد الغاء عقود الحمايه، يعني من 56 حتى ل 58 وحتى في فتره ظهور ما يسمى بقوانين الحريات العامه بالمغرب من نهايه الخمسينات الى بدايه الثمانينات. عاد بدينا كنسمعوا الجمعيه يعني محتشمه، جمعيه شعبيه، لان باش نظرا لظروف غير ملائمه الناس كيهضروا على تمازيغ فقط تحت مصطلح ثقافه شعبيه. الى ما بعد الثمانينات عاد ولينا كنسمعوا صراحه. ولكن مصطلح الثقافه الشعبيه في الستينات واش ما كانش يعني مصطلح ثوري مرتبط باليسار وبالمد اليساري، يعني باعتبار ان الثقافه هنا ثقافه الشعب او القوى الشعبيه؟ هو اللي فعلا انشر مفهوم العصري اللي كمصطلح تستعمل من طرف المفكرين والممارسين الحريات العامه. فعلا على حسب الجذور كانت من وراها قوى يساريه كما هو معروف. يعني في اليمين مثلا المغربي ولا على مستوى الدولة كانت الثقافة كان اللي مخطط في السياسة الثقافية هو الاعتماد على ثقافة يعني فوق العامة، ثقافة يعني ديال النخبة، ثقافة الفصحى، لأن كانت تخوفات مثلا من جيل المفكرين في بداية إنشاء الجامعات والمعاهد وغير ذلك، كان التركيز على مسألة التعريب وعلى فرض مفهوم خاص للعلوم النظرية كيرتبط بسمو الفقهاء وموظفي الدولة وغير ذلك. يعني كانت فعلا الثقافة الشعبية صحيح ما قلته بأن الثقافة الشعبية مرتبطة بحركات معارضة شبه يسارية، وإن كان لا يصح مثلا أن نستعمل مفهوم اليسار بالمعنى ديالو الدقيق في تلك الفترة. يعني ظهور الجمعية ديال القدماء أزرو واش ما كانش شكل جنيني ديال وعي جمعوي عصري بالنسبة لمازيغن في الأربعينات؟ نعم، هذا يعني هذا تعليم الحماية بصفة عامة، تعليم الحماية كان فيه دراسات ليزيتود بربر معروفين. لي دازرو نشأ كتتويج لنوع من التعليم نشأوه الفرنسيين في بعض المناطق البدوية. كانت فيه مدارس ابتدائية بعد نهاية التعليم الابتدائي كان لابد من وجود ثانوي، وبسبب ذلك نشأ ليسي دازرو. ليسي دازرو الجمعية اللي نشأت فيه كانت خدات جمعية قدماء الطلبة فعلا اللي قراوا في المدارس الابتدائيه اللي كانوا كيسموها الفرنساويين لي زيكول بربر. هو يعني
من ناحيه الواقع، من ناحيه الواقع الاجتماعي ديال الثانويه، هي جمعيه امازيغيه، لان اولا باعتبار الاشخاص اللي منتمين لها كلهم من عائله امازيغيه من المناطق الفلاحيه ديال الاطلس المتوسط بالخصوص، وناطقين ايضا. نعم، وناطقين. يعني من ناحيه الجو الاجتماعي، ولكن من ناحيه التفكير المنظم يعني ما يمكن ان نسميه بفكر تنظيمي. انا غير متاكد من كون كان فكر تنظيمي، وان كان هما تنظموا فيما بعد، تنظموا كجمعيه فيما بعد. يعني هذيك نواه فعلا لتخريج نخب معروفه، فعلا تخرجات فيها نخب مهمه. من بعد تقريبا 10 سنوات من الاستقلال، يعني تقريبا 65 66 حتى ل 67، غادي نشوفوا تخرج ديال الجيل الاول من الشباب من الجامعات العصريه اللي هما يعني تعلموا ودرسوا العلوم الانسانيه من انثروبولوجيا، سوسيولوجيا، اداب عصريه، اركيولوجيا الى اخره. وادى هذا لظهور التنظيم الجمعوي الاول اللي هو لامريك، اللي هو الجمعيه المغربيه للبحث والتبادل الثقافي في منتصف الستينات. هذا الانتقال من التناقضات ما بعد الاستقلال والصراعات السياسيه واللي كان فيها ايضا صراعات مسلحه باش يظهر تنظيم جمعوي عنده طابع ثقافي، يعني كيف تفسر هذا الانتقال هذا؟ هل كان يعني ظهور تنظيم جمعوي نوع من اعلان فشل ديال مازيغن في العمل السياسي في ذيك الفترة؟ بعد ظهور قوانين الحريات العامة ديال 58 59 بدات ظاهرة الحزب المغربي تتواجد شيئا فشيئا. ظهرت الحركة الشعبية، ظهر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب الشيوعي تقريبا اللي كان فرع الشيوعيه، الحزب الشيوعي الفرنسي خدا صبغه مغربيه ولا كيتسمى بارتي كومونيست ماروكان. يعني في هذاك الجو في اول الانتخابات الجماعيه طبعا دخلوا بالخصوص في المدن الكبيره بحال الدار البيضاء والرباط مثلا، وبحال بعض المناطق بحال وجده، بحال دخلوا المجموعات الامازيغيه خاصه في الغرف التجاريه، لان ظهور يعني ما يمكن نسميوه بالحاجه التنظيميه. كانت حاجه تنظيميه، لان مثلا تجار الرباط والدار البيضاء شاركوا في الانتخابات ديال الغرف، وكانت اهم التنظيمات اللي انشات بعد الاستقلال، وما خدات صبغه سياسيه 100%، ماشي ذات شكل حزبي. هي الغرف خدمت بها فرنسا، وفعلا كاين امازيغن اللي يدخلوا اللي انتموا للغرف في بعض المدن الكبيره بحال الدار البيضاء والرباط ومراكش ووجده وطنجه وغير ذلك. يعني الحاجه التنظيميه توجدات، لان مجموعات المصالح كالتجار، لان في الحقيقه في الرباط مثلا الى رجعنا لتاريخ الفتره فاش خداو تجار الرباط مثلا، كاين شخصيه معروفه كانت في الرباط المرحوم السي محمد الخنبوبي، كان تقريبا اول رئيس غرفه تجاريه في الرباط، وكان يعني كان تحالف تجار المدينه، ونفس الشيء في الدار البيضاء في بدايه الستينات في فتره ظهور الدستور. كان مثلا نجمه بعقيل من الشخصيات المشهوره، يعني كانوا امازيغن بالخصوص التجار القادمين من سوس الى المدن، ونفس الشيء في مراكش. دخلوا للساحه، تواجدوا في الساحه الاقتصاديه بالخصوص في العمل التجاري، واضطروا يخلقوا بعض الجمعيات بحال جمعيات علماء سوس
كيمولوا الفقهاء. وطبعا جمعية علماء سوس نشأت في أوائل تأسيس، كان المرحوم محمد الخميس في حياته هو اللي دشن معهد تارودانت بدعوة من جمعية علماء سوس. يعني إلا بغينا نقولوا إلا بغينا نشوفوا الاهتمام التنظيمي أو الحاجة التنظيمية، كانت تنظيمات متنوعة. كان فيها تنظيمات التجار في المدن لأهداف أولا مصالح اقتصادية ولأهداف تنظيمية في إطار التنافس اللي كان أيضا مع نخب أخرى، مع نخب أخرى اللي منظمة في الأحزاب. مثلا الغرفة التجارية ديال الدار البيضاء، وطبعا في خضم الصراع الحزبي في الانقسامات اللي كاينه، انقسام الاعيان، اعيان الباديه وقدماء الجيش الفرنسي اللي وقع بحدوث بتاسيس الحركه الشعبيه، والانقسامات اخرى اللي وقعت في صفوف حزب الاستقلال والنزاع ديالها مع الشوريين وغير ذلك. كان النقاش الاجتماعي والسياسي كيدعي الى الاهتمام باشكال تنظيميه، من نوع او من اخر. وبطبيعه الحال كانوا الطلبه ولاد هاد المرحله، ولاد هاد الجيل، ولاد التجار وطلاب قادمين من نخب البوادي، ولات منهم نخبه حديثه، بداو كيتلاقاو في داخل في حرم المعاهد اللي تحت الفرصه. لان في نهايه الخمسينات نشأت بعض الكليات بحال كليه الحقوق في الرباط، وجاو الناس، انتقلوا الناس من الشمال، من الريف، من طنجة. كانت نوع من بكالوريات متنوعه، وجاو قادمين من سوس التحقوا. ويعني العمل التنظيمي بهذا المفهوم انشأ في لقاء مجموعات. مثلا انا جيت في نهايه السبعين الى نهايه الستينات، 69 70 دخلت للرباط، تلاقيت مع طلبه جاوا من ثانويه الامام الاصيلي في تطوان، وبعض المتخرجين من القصر الكبير، وشباب من الحسيمه مثلا. تلاقينا هنا، ما كناش كنتعرفوا، تلاقينا في اطار الاتحاد الوطني لطلبه المغرب. يعني الى جيتي تشوف العمل التنظيمي ديال شباب الجامعات والمتعلمين الامازيغ القادمين من البوادي وابناء النخب الباديه اللي عائلاتهم مولوهم باش ينتقلوا للمدن، وجاوا بحموله يعني بنورغوي، جاوا بالعزه ديالهم، حاملين الثقافه الاصليه، حاملين ماشي فقط الثقافه، حتى الاعتزاز بالنفس امام ما وجدوا في الوضع الاجتماعي. ولو انه مثلا احنا كنا ابناء الباديه نعاني من الفقر ولكن عزه البدوي ما فقدناهاش. لقينا نخب المدن في المعاهد وغير ذلك كيتمتعوا بنوع من الامتيازات وغير ذلك. طرح بيناتنا الاهتمام التنظيمي، وبدات الفرق طبعا التحولات، ومن ثم بدات ارهاصات التفكير في التنظيم الجمعوي العصري. اكيد هذا هو اللي وقع. اذا يمكن نقولوا بانه كانت هناك مجموعه من العوامل السياسيه وسوسيو ثقافيه واقتصاديه اللي ادت الى ظهور نخبه امازيغيه حديثه، واللي ادت للتفكير ايضا في التنظيم الجمعوي بالمفهوم ديالو العصري الحديث. قبل ما نتابعوا النقاش ديالنا غادي نحيل النظاره الكرام على الروبورتاج الثاني. جا الحراك السياسي الامازيغي وخدا على العاتق ديالو المسؤوليه ديالو باش يساهم بفاعليه في تحديث الثقافه الامازيغيه، وكان تعتبر دائما ان اللغه والثقافه الامازيغيتين هما واحد المكون اساسي للثقافه الوطنيه، وهما اللبنه باش يمكن يكون كل المواطنين تينخرطوا في هذا المشروع التنموي الشامل. الحراك الامازيغي فهو ما يمكنش نحدوه زمنيا، ولكن ممكن نهضروا
على المرحله ديال الخمسينات حتى اليوم، لان تم تهميش الامازيغيه بشكل ممنهج من طرف صانعي القرار السياسي في تلك المرحله. الملف الامازيغي فهو ما انحصرش على مستوى المطالب الثقافيه، لأن كانت هناك مطالب سياسية، لأن لا يمكن فصل بين السياسة والثقافة، لأن في الوقت اللي تطالب بدستورة الأمازيغية كلغة رسمية راك في واحد الفضاء سياسي، وتعني لأن الأمازيغية تهمشات بقرار سياسي، وبالتالي خصها ترجع بقرار سياسي. هكذا دخلت القضية الأمازيغية بكل قوة في المشهد السياسي والإعلامي بالمغرب، وداك الشيء جاب الدينامية اللي بانت عليها واللي اشتغلت عليها الحركة الأمازيغية ملي تكونت في الستينات من القرن الماضي. الحركة الأمازيغية التي أنشئت في الستينات لعبت دورا مهما جدا، أولا في طرح القضية على المجتمع المدني، ثانيا كاين هناك جانب علمي اللي هو لعب دور كبير في بلورة المعطيات العلمية ديال الأمازيغية، سواء على الصعيد الأركيولوجي أو الأنثروبولوجي أو التاريخي أو اللسني إلى غير ذلك. بالدرجة الأولى الجمعيات الثقافية الأمازيغية لعبت واحد الدور أساسي في خلق أرضية وميثاق حول اللغة والثقافة الأمازيغية بالمغرب، إلى جانب بعض الفئات اللي كانت تشتغل الأمازيغية داخل مناضلي الأحزاب. داخل الحقل السياسي طبعا الأمازيغية حاضرة بمختلف أشكال كل تعبيرات المجتمع، معنى أنه كاين التعبير الثقافي توجد الحركة الأمازيغية، وداخل الحركة السياسية والحقل السياسي طبعا موجودة الأمازيغية بمختلف الأشكال، سواء طبعا عندما نقول الأحزاب السياسية فهي أحزاب مغربية، وأنا أعتقد بأنه أغلب سكان المغرب هم أمازيغ، إذا المسألة طبيعية أنه الأمازيغ موجودون بكثرة وبقوة داخل كل الأحزاب السياسية. الحركة الأمازيغية بالمغرب كانت لها علاقة كبيرة مع كل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية بالبلاد، واللي هذا الدور لعبته كعنصر حددت من خلاله المسألة الأمازيغية، واللي عطاتها بعد ثقافي وسياسي كذلك، واللي خدات على عاتقها مسؤولية كبيرة بالنهوض بهذه القضية الأمازيغية وتبرزها كذلك في كل التجليات ديالها. سيد غيرني، كيبان إذن أنه هذه المجموعة ديال التحولات اللي عرفتها مرحلة ما بعد الاستقلال أدت بظهور يعني نخبة أمازيغية حديثة تخرجت من المعاهد ومؤسسات ديال التعليم العصري، وانتقلنا من نخبة تقليدية إلى نخبة عصرية. هذه النخبة هي اللي غادي تبدا عمل جمعوي في الصيغة ديالو الحداثية أو العصرية إلا بغينا نقولوا. لكن توسع الجمعيات الأمازيغية من التبادل الثقافي، الانطلاقة الثقافية، منظمة التمينات في الصيغة ديالها الأصلية الأولى، ثم الجامعة الصيفية وغير ذلك من الجمعيات اللي تزادت، توسع النسيج الجمعوي جعل أن هذه الجمعيات كتمارس عمل تقريبا في الظاهر ديالو عنده طابع ثقافي، ندوات فكرية حول قضايا الهوية، التاريخ، اللغة، ندوات حول الإشعاع الفني والثقافي عموما. لكن بالنسبة للفرقاء السياسيين في البلد والإعلام ديال المغرب والإعلام الدولي أيضا، بقات هذه الحركة الأمازيغية بالتنظيمات ديالها الجمعوية حركة غير بريئة سياسيا، يعني بقات كتعتبر بأن عندها صلة ما بالسياسة. فشنو ممكن نقولوا على الأبعاد السياسية أو الأفق السياسي ديال العمل الجمعوي الثقافي؟ الارتباط ديال الشأن الأمازيغي بصفة عامة بالمسألة السياسية هو دائما موضوع يتسم بالحدة. العمل في نظري موضوعيا العمل الثقافي كان موازي لأهم عمل سياسي، ابتداء من صراع ما يسمى بحرب الرمال في 62. صراع ما بين النظام المغربي وجبهة التحرير الوطني الجزائري من نهاية الستينات، كان فيه هذا الموضوع موضوع سياسي ما عنده حتى طابع ثقافي.
مثلا المحاكمه ديال المؤسسين في باريس لاكاديمي بيربير اللي معروفه، اللي هي اقوى تجمع عصري تنظيم يعني بوليتيكو كولتوريل، هو هذا. والامر يتعلق بسنه 67 حيث طرات المحاكمه المعروفه في الجزائر، اعدام الضباط اتهموا بانهم بيربيريست تاسسوا فرنسا. وفي هذا الوقت في 67 كان تصاعد القوميه العربيه، طبعا الناصريه والبعث والانقلابات في الشرق وغير ذلك، واستطاعت حركه القوميين العرب باش تستقطب رؤوس مهمه في الحركه الوطنيه المغربيه، في القيادات ديال حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبيه والشيوعيين وغير ذلك. يعني الحده بدات من دخول التحزب الناصري والبعثي المغرب، والمحاولات التجمع ديال قبايلين في باريس بتاسيس بخصوص اللاجئين في باريس، يعني المناهضين لسياسه جبهه التحرير الوطني الجزائري. وكان طبيعي ان بعض الطلبه المغاربه اللي كانوا كيقراو في فرنسا في 67 بحال مثلا شخصيات كتعرف ربما تذكر منها البعض بحال عثمان بوفتاس مثلا، بحال المجموعه ديال راديو تافوكت اللي فيهم اللي مازال اللي كان كيذيع في باريس حلقات بتشلحيت. كان هذا اضطر النظام المغربي في اثناء المحاكمات ديال في 67 ضباط الاكاديمي بيربير، محاكمه مشهوره فيها كتب وفيها تحليلات سياسيه وغير ذلك، انه يبدا في المغرب، يبدا في عهد المرحوم الحسن الثاني، يبدا في المغرب من داخل القصر الملكي وداخل الاوساط النخب السياسيه الحاكمه الاهتمام بالبربريزم كما وقع في فرنسا وفي الجزائر. وكاين تاثير لان كثير من بعض الاخوان المؤرخين والباحثين اللي كيكتبوا على العمل الامازيغي المغربي كاين منهم الكثير عنده نظره يعني محليه ضيقه، لا يدخل ما كيربطش بالعوامل الاخرى، لا يدخل لاغراض قد تكون بحسن نيه او بعكس ذلك. دخول السياسه الامازيغيه الى الساحه دخلت من الجانب العسكري والجانب الاستراتيجي والجانب الايديولوجي الخارجي، وقع ضغط على المغاربه اللي ما عندهمش احساس قومي عربي. والضباط اللي خرجوا على تيار جبهه التحرير الوطني الجزائري وبداو كيفكروا في تغيير الوضع بشكل او باخر، مثقفين قبائليين اللي ظهروا من بعد عندهم اشاعه كبير لينا احنا الداخل، بحال كاتب ياسين مثلا، بحال السياسيين بحال الضباط بحال رمضان شعبان رمضان وعبان رمضان عفوا، اللي ضحوا واعدموا بتهم انهم بربريست، تعدموا في نظام حكم جبهه التحرير. وهذا الشيء كان عنده تاثير في المغرب، لان اولا كاين تعارف، كاين يعني تقارب جهوي وتقارب انساني بين الضباط الجزائريين والمغاربه، وسياسه التعريب اللي خدت الحده ديالها ابتداء من سنه 65، تعريب 64 تعريب القضاء وتعريب التعليم، واحد المد خطير
فيه مبالغه سياسيه ضد القبائل الامازيغيه، تفكيك القبائل والصراع الاجتماعي حول الوظائف، بحيث مثلا الامتيازات اللي اعطتها بعض الاحزاب الجهات ديالها ولا العائلات المنتميه لها وغير ذلك. يعني تمازيغت والشأن الامازيغي في نظري عنده طوابع مختلفه. اولا عنده طابع اقتصادي، الضغط وطابع نفوذ في الدولة، وعنده حتى طابع صراعات عسكرية، لأن في الحرب ديال حرب الرمال، وكذلك صراع ديال وجود الناصريه مثلا في مالي، لان كل شيء كيعرف العلاقات ديال المرحوم محمد الخامس مع مودي بوكيتا الرئيس الاول اللي بدا بقمع التوارق، وباش يلتجئوا واحد العدد ديال العائلات المسلمه في مالي في عهد موسى تراوري، يعني تاثير التوارق اللي هربوا من القمع ديال موسى تراوري ومودي بوكيتا خواو ودخلوا المناطق المغربيه والجزائريه، رحلوا واحد العدد ديال التوارق في هذه الفتره ديال اواخر الستينات، وسكنوا في المغرب كيما كلاجئين او غير ذلك. كان عندهم تاثير ايضا. اذا بالاضافه لهذه العوامل كلها اللي فيها اقتصاديه وسياسيه وايضا استراتيجيه كتعلق بالجانب ديال قضايا التعليم وكل القطاعات، واش ما كتشوفوش ان الخطاب ديال الحركه الجمعويه الامازيغيه رغم اهتمامه بالامور الثقافيه كان فيه ايضا نقد للاسس السياسيه للدوله؟ طبعا ملي دخلوا المتخرجين والطلبه، لان جمهور الثقافه الامازيغيه في الحقيقه الجمهور الواسع ما كانش جمعوي في نظري انا. الجمهور الواسع كان كيتجلى في استمرار الفرق، لان الفرق الفنيه بالخصوص ودخلات المجال التسجيلات، تسجيل الاشرطه، الانخراط في وسائل الاعلام بحال الاذاعه. معناها هادو كانوا اقرب للوجدان ديال الشعب او ديال الجماهير، هما اللي معاهم الجمهور، اللي كيمثلوا هذاك كيمثلوا الجمهور بينما الحركه الجمعويه كانت نخبويه اكثر. الحركه الجمعويه فيها حتى هي غير نوع من الفرق، لا نوع من فرق صغيره. الفرق بينها وبين الفرق الاخرى هي ان الفرق الاخرى كتجمع بين التراث التقليدي ديال القبائل والشعب على نطاق واسع، بينما الجمعيات بدات كتجمع نخب للنقاش في النظريات الفلسفيه والايديولوجيه المعاصره بعد الشيوعيه الاشتراكيه القوميه وغير ذلك. هذا النقاش هذا بين النخب، بين النخبه امازيغيه والنخب الحزبيه والثقافيه، واش ما قدرش في نظركم انه يخلخل واحد المجموعه ديال المفاهيم وبالتالي يخلق واحد التغيير في الوعي ديال المغاربه بالوطنيه؟ هذاك النقاش خلق جمهور كيرتكز على الشباب والطلبه. مثلا في المد ديال القوميه العربيه في الجامعات المغربيه في نهايه السبعينات، ملي دخل هجوم مثلا ديال الصحافه من بيروت وهجوم المدرسين المبعوثين من طرف حزب البعث في سوريا والعراق باش يغيروا مناهج التعليم، يعربوا ويشحنوا الناس بالفكر الناصري وغير ذلك، كانوا تصدوا له المجموعات الشابه الطلاب، وتصدوا حتى المحافظين، بحال مثلا المد ديال جمعيات علماء سوس الى طلبه كليات الشريعه واقسام اللغه العربيه، الاداب واللغه العربيه في كليات الاداب اللي كانت ديك الساعه وكليات الحقوق، تصدوا للمد الفقهاوي الا بغيتي، اللي بغى يكون هو الغطاء الايديولوجي لانشطه التجار والغرف الى اخره.
بداو كيردوا بشكل حديث فعلا، وكاين حوارات حاده حول الماركسيه، حول الفوضويه، حول الوجوديه، حول القوميات والحريات وغير ذلك، حول التاريخ ايضا، وكذلك حول التاريخ، لان طبعا الشباب الجامعي بدا كياخذ وظائف بحال مثلا البعثات اللي رجعوا من فرنسا، وبالخصوص اللي استقطبتهم الاكاديمي بيغبيغ، ولا اللي قراوا الادب ديال كاتب ياسين مثلا، ولا ديال مولود معمري، ولا كتكون مجموعات حول افكار باحثين ميدانيين بحال مولود معمري اللي طبعا هو كان مقيم في المغرب. وما ننساش هذه القضيه، ما ننساش التاثير ديال مولود معمري، لان نشأ هو في المغرب، قرا في المدارس المغربيه، هو ولد خو الفقيه المعمري اللي كان استاذ السلطان محمد الخامس، هو اللي احتفظ على نواة الفكر الامازيغي من داخل محيط القصر الملكي. هذه ومنها خرج مولود معمري وانسحب ومشى عمل من بعد في لاكابيلي، ومن بعد في باريس وغير ذلك. اذا عوامل كثيره كيصعب تجمع في حلقه يعني. السيد دغيرني، من المعروف عليكم انكم عملتوا انتقادات للحدود ديال العمل الثقافي الجمعوي، واعتبرتوا انه غير كافي، وعبرتوا على رؤيه يعني سياسيه او مسيسه اكثر، وكان عندكم طموح منذ يعني نهاية التسعينات وبداية يعني الألفية الثالثة باش تنتقلوا بالعمل الأمازيغي إلى مستوى التنظيم الحزبي، واستطعتوا من بعد اقتراح أرضية فكرية في هذا المجال أنكم تأسسوا تنظيم حزبي هو الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي. هذه التجربة هذه يعني شنو اللي دفع بكم انكم تكونوا مقتنعين بضروره التسييس؟ شنو هي الحدود اللي كتشوفوا انها كتعوق العمل الامازيغي عن التطور في السياق الثقافي ديالو؟ انا شعرت بغرابه شديده من الفجوه اللي موجوده من بدايه القرن العشرين تقريبا، من 1908 حتى ظهور الحزبيه المغربيه المعاصره في الثلاثينات. تأسست الأحزاب ديال الثلاثينات من كتلة العمل الوطني الحزب الشيوعي المغربي، تأسست كلها في سياق أنها أحزاب كتبنى رسميا وبمطالب معلنه ومسلمه للحمايه الفرنسيه والعرش المغربي، كتستهدف تعريب الحزبيه والنقابيه. تعتمد العروبه والاسلام الحزب العربي هو اللي كان مقصود. الاحزاب ذات الطبيعه العربية. ولقيت بان النخب الامازيغيه في كل الفتره حتى لي انا في 2001 ولا 2002، يعني انا استغربت من هذيك الفجوه كامله. هاد الناس كانوا امازيغ كانوا مستهدفين من السياسه، من البرامج الحزبيه ومن الاحزاب، مستهدفين بالتعريب، مستهدفين في النخب، مستهدفين في مصالحهم السياسيه والعائليه، وما داروش رد فعل تنظيمي سياسي. وطبعا انا اقتنعت بانه ضروري نقطعوا ديك المرحله، نوضعوا اساس تحول من حزبيه تستهدف تعريب كل شيء في المغرب، وطبعا حزبيه نقابيه وحزبيه وجمعويه، كلها ماشيه في سياق اصبح تقليدي سلفي غادي في واحد الخط. قررت انا، وطبعا ومن اقتنع لان الشعور كان كبير، وكان موضوعيا رايج بين جميع المثقفين الامازيغيين اللي كينتقدوا الاحزاب، ماشي غير انا بوحدي، ولكن كان نقد شديد للشباب والمثقفين والمفكرين، ونقد النظام الحزبي المغربي اللي مشى على التقليد ديال المناهضات الامازيغيه وتعريب الحياه السياسيه والاقتصاديه والثقافيه.
فقررنا أن نقطع هذا الروتين لنبدأ حياة مشتركة. مع عمري أنا اقتنعت بحزب ينخرط فيه الأمازيغيون وحدهم، ولكن حزب يعني مفتوح لكل المغاربة، كل المغاربة. وما قيل بأنه احنا أسسنا حزب عرقي أو كان كذب من تخطيط الأحزاب والنقابات والمفكرين. هو القانون الاساسي ديال الحزب اللي عملتوه فيه انه حزب لكل المغاربه وانه كيدافع على الامازيغيه، وهو شبيه بقوانين ديال اساسيه اخرى. لكن واش ما كتشوفوش ان كان هناك مشكل في التسميه، لانه ما كاينش في المغرب حزب اسمه الحزب العربي أنا مثلا؟ عمري ما شفت بان اسم امازيغي هو عمليه عرقيه. الاسم كيفاش؟ لا، من منطلق انه ما كاينش في المغرب حزب يسمى الحزب العربي او الحزب الاسلامي. هما ما يحتاجوش لان داروا كل شيء عربي. هما بالنسبه لهم كل ما هو كائن عربي، حتى الحيوان وحتى الارض. لان لوحظ بان هما بالنسبه لهم ما يحتاج هذه الاحزاب هذه. هما ما دام انهم سدوا جميع الابواب على الامازيغيه، طبعا هما مهنين لاش يدير هو حزب عربي، هو داير دوله عربيه. يعني الايديولوجيا ديالو كلها هو صفى الحسابات كلها على اساس انه يبقى بوحده في الساحه. وحنا استعملنا كلمه الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي لقطع هذا الروتين. قصدنا اننا نوضعوا الحزبيه الحره اللي يمكن لها تستعمل الأسماء كما هي، لا تناور مثلا الأحزاب المغربية مقيدة راسها في لوائح الأحزاب العربية ومنتمية لبرلمانات عربية ومسجلين المغرب على أنه دولة عربية. دونك كانت عندكم الفكرة واضحة، ولكن واش كانت عندكم الشروط ديال تأسيس تنظيم سياسي مكتملة من غير المشروع نظريا؟ الشروط صعبة في الدروب المغلقة، لأن احنا أولا جينا من فئات شعبية، جينا احنا من طبقات البسيطة في المجتمع، وما درناش حزبيه فوقيه، لان الحزبيه راه كنت درتي دراسه في الموضوع ان الحزب، وهما قالوها لنا ما خفاوش بان الحزب كيبدا من وزاره الداخليه ماشي من القواعد الشعبيه على حسب التقليد اللي كاين في المغرب الى اليوم. اذا هذا الافق. طيب الان الافق شنو كيف كيبان لكم سي دغرني الافق بالنسبه للتنظيم الحزبي الامازيغي؟ احنا المنطقه ديالنا اليوم فيما هو اوسع من حتى الدوله المغربيه ومن الحزب. احنا عشنا الى ان تاسس مجلس الثقافه العرب الامازيغيه في ليبيا، واصبح التونسيون يدمجون ثقافتهم في انظمه الاستبداد. اذا انا مرتاح جدا لانه اطال الله العمر احتجت امازيغيه تفرض من الباب ومن النافذه، كتدخل مع الرياح وكتجي مع الشتاء وكتنبت من الارض. اذا حتى مثلا الحزبيه بالنسبه للوضع الاقليمي اليوم وبالنسبه للمستقبل نعطيك مثال صغير، انه هذه الدول الايديولوجيه المرتكزه بدات كتحدث المغرب العربي كيولي عندها مغرب كبير. يعني هذا معناه اذا انه كاين مكاسب اللي ممكن نبنيو عليها تجارب جديده. هذه لالارم بان الامازيغيه ستمحو كل ما هو عرقي وكل ما هو ايديولوجي ومنحاز، وتؤسس للديمقراطيه فعليا، وتؤسس لمجتمع التعدد ومجتمع يعترف بجميع مكوناته. شكرا سي دغيرني، كنشكرك على الاسهام ديالك في برنامج شؤون امازيغيه. السيدات والساده، قبل الختام كنحيلكم على فقره تقديم الاصدارات الجديده. من الإصدارات الهامة اللي كتغني المكتبة الأمازيغية كتاب إنيسياسيون على لونغ أمازيغ، مدخل إلى اللغة الأمازيغية، وهو من تأليف مجموعة من الباحثين المختصين في اللسانيات الأمازيغية ومن إصدار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. من الإصدارات الهامة كذلك كتاب دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي للأستاذ الباحث والمبدع محمد أسوس،
ويضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات الأنثروبولوجية التحليلية لبعض الحكايات في الميثولوجيا الأمازيغية. الكتاب من إصدار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج شؤون أمازيغية. إلى اللقاء.